بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، أيها الأحبة الكرام من كل مكان، متابعينا مشاهدينا عبر قنوات خيرية من هذا الملعب في دور ال16 بمنافسات أغلى الكؤوس والخلود الذي خرج مؤخرا من مسابقة الكاس على يد المدرب باولو دوراتي. مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، تروست ايكونغ من سالم الدوسري مع الكرة، يلعب كرة طويلة في الأمام، المحاولة الهلالية واصلة على الجهة الإعادة كرة إلى مالكوم في انطلاقة، مالكوم مع الكرة يلعب كرة على الجهة اليمنى، التسديدة الأولى في المباراة للهلال لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. إذا الهلال السفري يرتكب مخالفة، الكرة في الجهة اليمنى لعبت في الخلف إلى محاولة لودي، الله جول! الهلال يسجل أول أهدافه ويعلن عن استمراره بالصدارة. صدارته لا تقف عند حدود النقاط والترتيب، إنما صدارته على الألقاب والبطولات. الهلال لا يتربع على قمة الدوري فقط، بل يتربع على قمة المجد. هدف أول في صالح الهلال بعد عرضية أو تسديدة جاءت من رينان لودي وصلت إلى هدف مقابل لا شيء. لعبت الكرة إلى محاولة من بعيد وتسديدة جاءت اليمنى إلى مالكوم يأخذ كرة يحاول فيها مالكوم، عدى وسدد، الله! مالكوم يسجل الثاني للهلال. مالكوم الحركة المستمرة في الملعب هي جزء من شخصيته في الملعب. مع كل مباراة وكل انطلاقة تجد مالكوم يكتب قصة جديدة مع الهلال. الآن بتسديده يكتب قصة جديدة إلى جانب الهلال. شوف الكرة، المحاولة إلى مالكوم، يأخذ كرة عدى فيها وتسديده في المكان البعيد. كرة من الجهة اليسار، سافيج في تمريرة لعبت باتجاه سالم، وسالم سقوط على أرضية الملعب. حكم المباراة أشار إلى وجود ركلة ركنية في هذه الكرة لصالح الهلال، ركلة ركنية لمصلحة الهلال. واصلة عند سافيج إلى مالكوم على الجهة اليمين إلى سافيج. الهلال وعبر علي البليهي يسجل ثالث أهدافه في شوط المباراة الأول. الهلال يسجل من جديد ويستمر في كتابة الانتصارات، يسجل ثالث أهدافه، لا يتوقف الآن عن تسجيل الأهداف ولا عن تسجيل النقاط ولا عن تسجيل البطولات. الابتسامة الآن على جمهوره لا شك بأنها لا تعبر عن لحظة فرح عابرة، بل تعبر عن فخر بالفريق عامر. قلب على الجهة اليسار، سالم عرضية بمنطقة الجزاء، متروفيتش التسديد، الله! نجح في تسجيل هدف في هذه المباراة سيتساوى مع رقم السهلاوي. الكرة ملعوبة إلى لودي، ولودي في كرة بالشباك وهدف رابع. لودي يسجل رابع أهداف الهلال من الجهة اليسار. لودي الذي يقدم نفسه بصورة رائعة في هذا العام، يتلقى كرة جميلة من سالم الدوسري وينجح في تسجيلها، هدف هلالي رابع. شوف الانطلاقة في مباراة ينجح فيها المدافعين بالتسجيل، كوليبالي، البليهي، والآن لودي يسجل رابع أهداف الهلال على يسار حارس المرمى مارسيلو جروهي. مالكوم إلى متروفيتش مع مالكوم على الجهة اليمين، مررها طالت وصلت في الجهة اليمنى وتسديدة عدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل إلى ركلة ركنية، لكن على ما يبدو بأن حكم المباراة محتسبا مخالفة ويقول بأنه في هذا المكان ارتكبت كرة ثابتة في صالح الهلال. الدوسري يلعب كرة لكنها ترتطم إلى خارج أرضية الملعب. هي الكرة من البداية نتيجة رباعية في هذه المباراة. الكرة اللعب على الجهة اليسار، عرضية خطيرة ومحاولة نجح فيها الخلود من تسجيل هدف بعد عرضية. نجح الخلود في تسجيل أول أهدافه في المباراة. فرحة جماهير الخلود بتسجيل هدف بعد كرة عرضية جاءت من الجهة اليسار ومن أقصى اليسار. رائعة الكرة من صوعان، شوف الكرة من صوعان وشوف الانطلاقة القوية اللي كانت من همام الهمامي. اللاعب المحلي صنع الفارق في الفريق الخلود
بصناعة الهدف وبتسجيل الهدف. همام الهمامي بعد صناعة